تخيلوا انه راوتر الواي فاي بيتعرف علينا حتى لو اطفأنا جهاز التليفون. علماء ألمان اكتشفوا شيء مقلق. الراوتر العادي، هذا الجهاز الصغير الموجود ببيتنا او حتى بالكافيه او المقهى المجاور، صار قادر يتعرف على هويتنا بدقة 99.5%. وما بتحتاج انك تكون متصل بالشبكة، حتى لو ما لنا حاملين التليفون، اذا مرقنا بالقرب او اذا مرينا بالقرب من هذا الراوتر ممكن انه يتعرف عليه. كيف؟ جسم الانسان بغير طريقة انعكاس موجات الواي فاي من حوله بشكل فريد طبعا لكل شخص، كأنه بصمة. ففريق من معهد كارلسرو للتكنولوجيا في ألمانيا طور نظام بيستغل هالظاهرة، واختبروا على 197 شخص وكانت النتائج صادمة. وحذر أحد الباحثين بقوله أنه هالتقنية تحول كل راوتر إلى أداة مراقبة محتملة إذا مرت بانتظام، أو إذا مررت بانتظام أمام مقهى بشغل شبكة واي فاي، يمكن انه يتعرف علينا بدون ما نشعر. والاخطر من ذلك، البنيه التحتيه لهالنوع من المراقبه موجوده اصلا في كل مكان. يعني تقريبا صار في واي فاي في كل مكان، بالبيوت وبالمكاتب وبالشوارع. والاخطر انه هي غير مرئيه وما بتثير اي شكوك.